من الأمور يلي لازم ننتبه لها بآداب المائدة هي وضعية السكاكين والشوك اللي بتكون موجودة قدامنا. لما بيكون في عنا ملعقة، يعني هيدا دليل على أنه حساء رح يكون عم يتقدم خلال الطعام. في عنا هون سكينتين مثل ما مبين عندكم وشوكتين، يعني رح يكون عم يتقدم عنا طبق سلطة من بعد الشوربة أو من بعد الحساء، ورح يكون عم يتقدم كمان طبق أكل سخن عادة بيكون لحمة دجاج أو سمك. وضروري ننتبه على أنه نستعمل هذه الأدوات من الخارج للداخل، يعني أولاً رح نكون عم نبتدي بالملعقة، ثانياً رح نكون عم نبتدي بالسكين الأبعد عن الصحن والشوك الأبعد عن الصحن، بس ننتهي منهم نرجع نبتدي بالسكين الأقرب على الصحن والشوك الأقرب على الصحن لنتناول الطبق السخن يلي بيكون عادة مثل ما قلنا لحمة دجاج أو سمك.